بصوا بقى في الفيديو ده هقول لكم على سر ازاي السمك بتاعكم يطلع مقرمش كده وكريسبي وطري من جوه ومن بره كده ناشف وعليه كفر كده جميل يتاكل لوحده طعمه تحفة تحفة بجد. هقول لكم بقى وايه زي ما هعمله كده اعملوا. اولا هنعمل الخلطة بتاعته: الثوم عندنا والفلفل اخضر، فلفل حراق، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وكمان هنحط وكاري وكركم وسنة قرفة وخل وليمون. تمام، انا مش عايزة اقول كميات لان كل واحد هيعمل كمية على حسب الكمية السمك اللي هو عاملها. انا كنت عاملة كمية كبيرة شوية فعشان كده عاملة الخلطة كتير، وحطيت كمان عليهم طماطمية بتخليها التتبيلة كده مسكرة وطعمها جميل. هنضربهم كويس جدا في الكبة بتاعتنا او في الهوم بتاعنا. بصوا انا عندي السمك كبير فهقطعه هشرحه كده 3 شرايح كده من الناحيتين علشان ندخل التتبيله جواه وعلشان يشرب التتبيله من كل حته. اوكي، بصوا زي ما انتوا شايفين هنشربه بقى التتبيله في كل حته فيه، مش هنسيب ولا حته فيه. طب بصوا التتبيله لونها جميل ازاي، وتخلي كمان لونه حلو قوي وطعمه كمان هيطلع طعمه رائع. هنسيبه بقى في التتبيله شويه ونعمل شويه رز سمك كده حلوين كده. عندنا بصلتين 3 كده متوسطين، هنقطعهم صغير وهنحمرهم في الزيت في الحلة بتاعتنا على البوتاجاز. اوكي، هنحمرهم لحد لما ياخدوا لون حلو كده علشان لما نعمل معاهم الرز يدوا الرز اللون الحلو بتاعنا الذهبي الجميل ده. هنتشهم بالمية السخنة ليه؟ علشان البصل ينزل السكر اللي فيه كده وينزل كمان اللون اللي فيه. هنحط بقى عندنا المرقة ونحط الملح بتاعنا، وكمان هحط معلقة كركم عشان برضو يدي لون اجمل. بعد كده هحط الرز بتاعي وهزود بقى مية على حسب كمية الرز بتاعي. تمام، وهسيبه بقى يتعمل وابدأ احمر السمك بتاعي. هنحط بقى الرز بتاعنا، كمية الرز بتاعنا زي ما احنا عايزين، نقلبه كويس ونسيبه بقى يستوي. وبعد كده نعمل بقى الخليط بتاعنا، الكفر الحلو بتاعنا بتاع السمك، ونحمره يكون الرز بتاعنا استوى، ونعمل شوية سلطة كده جنبيهم. تمام، سلطة الطحينة، سلطة الطماطم، زي ما احنا عايزين. احنا عندنا الدقيق بتاعنا كل كوباية دقيق عليها معلقة نشا. الكمية برضو على حسب كمية السمك اللي انا عاملاه. وهنبهره، هنحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة وكاري وكركم. اوكي، هنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هاخد منهم 3 4 معالق كده على جنب في بولة كده لوحديهم، وهنزودهم ميه. هنعملهم دي اسمها التغميسه دي يا جماعه، اللي المحلات بيعملوها، علشان كده السمك بتاعهم بيطلع مقرمش مش بيشرب زيت. بيطلع عليه كفر جميل كده وبيبقى ناشف كده من بره وطري من جوه، وبيبقى طعمه جميل جدا. اول حاجه هنقلب السمك كويس جدا في الدقيق بتاعنا من جوه ومن بره وكل حاجه. بصوا هنعمله بالدقيق كويس جدا وننفضه من الدقيق، وبعد كده ننزله في التغميسه ديت. ولما ننزله فيها ونيجي نمسكه بصوا زي ما انا ماسكاه كده علشان ايدينا ما تبصمش فيه. يكون طبعا الزيت عندنا سخن، نروح حاطينه فيه. مش هنقلب السمك بتاعنا غير لما نحس ان هو اتشمع كده ومش اخد لون، لا بدأ ياخد لون. يعني مش هنسيبه لما ياخد لون، هو بدأ بس ياخد لون هنبتدي نقلبه كل شوية كده على ناحية لحد لما يستوي معانا ويتحمر كويس. لان عندنا السمك بتاعنا كبير فلازم نحمره كويس في الزيت، ولازم ياخد الوقت بتاعه علشان يستوي كويس وعلشان ما يطلعش معانا ني من جوه. اوكي، زي ما انتوا شايفين كده انا سايباه يتحمر براحته خالص خالص. وبعد كده طبعا انا بعمل سمكة سمكة، او لو انا هحط سمكتين لكن ما اعملش واحدة واركنها، لا انا هعملها واحدة واحدة واللي هعملها هنزلها في الزيت على طول.
زي ما انتوا شايفين كده. عندنا بقى انا جبت ايه طبق احط فيه شوية بقدونس كده، شوية البقدونس دول مع السمك بيبقى مش عايزة اقول لكم طعمهم رائع يعني. نصفيها بقى من الزيت كويس. بصوا هي ما شربتش زيت خالص وطالعه مقرمشه جدا. السمكه التانية بصوا انا بعملها بعديها على طول. انا مش بعملها واركنها، مش هينفع نعملها ونركنها، نعملها وننزلها في التغميسه بتاعتنا ديت ونروح حاطينها في الزيت بتاعنا على طول. انا لقيت تغميسه تقيله شويه فزودتها شويه ايه، شويه ميه صغيرين خالص. ونحطها. هنعمل واحدة واحدة كده. انا عندي الطاسة حسيت ان هو لو انا حطيت اتنين مع بعض هيبقوا لازقين كده ببعض ومش هقلبهم كويس. فحطيت ايه، حطيت كل واحدة لوحدها. بصوا بقى شكله عامل ازاي، بجد شكله رائع 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 وطعمه جميل جدا. ومن بره كريسبي كده وجميل، ومن جوه طري جدا. ده كمان كان سمك مرجان عملتهم معاهم. طعمه رائع بجد، لازم تجربوه بالطريقة دي يا جماعة.